عارفين ليه الكنيسة بتعلق بيضة النعامة على الهيكل؟ زمان كان الكبار بيعلمونا إن النعامة بعد ما تبيض بتفضل تبص للبيض لغاية ما البيض يفرس، زي ربنا اللي عينه عليك من ساعة ما الإنسان يتولد لغاية انتقاله. لكن والحقيقة إن كل الكلام ده غلط وملهوش أساس من الصحة، وعشان نعرف الحقيقة لازم نرجع للكتاب المقدس ونشوف هل الكلام ده موجود وإيه أصل الحكاية. في الكتاب المقدس وتحديداً في سفر أيوب عدد 39 من آية 13 إلى 17، واللي الله بيتكلم فيه عن النعامة وبيقول: جناح النعامة يرفرف، أفهو منكب رؤوف أم ريش؟ لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب، وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه، تقسو على أولادها كأنها ليست لها، باطل تعبها بلا أسف، لأن الله قد أنساها الحكمة ولم يقسم لها فهما. والكلام ده معناه إن النعامة لما بتبيض بتدفن بيضها في التراب وتسيبه، وبتنسى أصلاً مكانه فين، وسهولة الأرض بتخلي البيض يفقس، ولما بيطلع أولادها ما بتعرفهمش أصلاً وبتطردهم. والقصد من كلام ربنا اللي قاله في سفر أيوب إن حتى لو أبويا وأمي نسيوني ربنا مش هينساني. وعشان كده الكنيسة بتعلق بيضة النعامة على الهيكل، عشان كل واحد فينا لما يبص لها يفتكر دايماً إن العالم كله لو ضدي ربنا مش هيسيبني. وإنت كمان صلي معايا وقول: يا رب أشكرك لأنك وعدت إنك عمرك ما هتنساني. ثبت قلبي في محبتك واديني أعيش كل يوم وأنا واثق في رعايتك وحمايتك ليا، وخليني عايش دايماً متكل عليك. آمين.